ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هنعمل بقى احلى فول مدمس واحلى عجينه طعميه ونملى تلاجتنا خير. حصل معايا موقف يوم الجمعه، الحاج بيبقى موجود طبعا اجازه، فقلت له وانت خارج من الصلاه حود على المطعم هات لنا ايه ب5 جنيه فول. مع الفطار، يعني كان الفول عندي انا متعوده دايما، انا عندي فول مدمس بيتي، يعني مش متعوده ان انا اشتري بصراحه من بره. المهم جاي بقى بعد الصلاه وجايب ب5 جنيه فول، لقيته بيطلع لي الكيس من الشنطه وبيقول لي ايه ده؟ فببص في الكيس حبه ميه في قلب الكيس ما ياكلوش طفل صغير، ويا ريت فول ميه. المهم قلت له ايه ده؟ مش ممكن، يعني مش معقول. قال لي والله العظيم ايه ده؟ يعني ده بجد؟ قلت له لا، ده انا استحالة ان التلاجة يبقى من غير فول ولا طعمية تاني، مستحيل، ده من اساسيات البيت. الفول المدمس، عجينة الطعمية، البيض، الجبنة، ده من اساسيات البيت اللي ما نقدرش نستغنى عنها لا ليل ولا نهار. وبعدين ده الفول ده احنا بنبدع فيه، يعني فطار غدا عشاء يمشي. اي حاجه في البيت زي كده بتبقى خير ومال البيت، واحنا ما بنعرفش قيمته بامانه غير لما يخلص. فيلا بينا نعمل احلى فول مدمس وعجينه طعميه باسهل وابسط طريقه، على طريقه ام عمر. يلا بينا حبايبي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم اتنا من فضلك ورحمتك فانه لا يملك الا انت. النهارده هنعمل احلى فول دميسه باسهل وابسط طريقه، وبطريقه اقتصاديه جدا جدا جدا. الطبق ده عياره 400 جرام، انا خدت كده طبقين ونص، يعني تقريبا كيلو. يقل شويه يزيد شويه مش مشكله، بس هو تقريبا كيلو. هنمسكه بقى نغسله غسله محترمه، غسله حلوه كده لحد ما ميته تبقى رايقه خالص. دايما انا لما بعمل فول دميسه بخلي الاغلبيه للفول الدميسه مثلا 3/4، والربع الباقي تمن فول مفصص وتمن حمص. بصوا انا هبينه ليكم اهو دلوقتي. ادي الفول الدميسه، وادي الفول المفصص، بصوا، وادي الحمص. بس طبعا الاغلبيه للفول الدميسه اللي احنا، أو اللي هو الاساسي. احنا بنعمل فول مدمس مش نعمل طعميه. طبعا الطبق ده مش هينفع لان الفول ده بسم الله ما شاء الله بيزيد جدا، فانا هنقله في طبق كبير، لان ده بيقعد ليله كامله يعني في الميه، عشان ما ياخدش وقت في التدميس. ده بقى الفول المفصص اللي هنعمله عجينه طعميه، ده ما بياخدش وقت في التدميس. فده مش، انا مش هبله غير لما احط الفول ده على النار. يعني مجرد ما احط الفول اللي هدمسه على النار هبدأ اعمل الطعمية بإذن الله. الطعمية ما بتاخدش وقت لا في البللان ولا في العمايل. يعني الفول الطعمية ما بتتبلش كتير، هم ساعتين 2، عشان ما يبقاش العجينة بتاعتها بايشة، تبقى العجينة بتاعتها متماسكة وحلوة وطعميتها مقرمشة وجميلة. لو بلتيه اخد وقت في البللان، الطعمية بتبقى معاكي بايشة ومش حلوة. يلا بينا بقى كده ايه نشوف. احنا كده اهو غيرنا الطبق بتاع الفول، حطناه في طبق كبير لانه بسم الله ما شاء الله زاد جامد. هنحطه بقى في الحله البريستو الكبير اللي هي بتاعتي دي، لان انا ما عنديش، انا عندي طبعا اللي هي الدماسه، بس ما بتاخدش كيلو، الدماسه عندي بتاخد نص كيلو. فانا لما بحب اعمل كميه حلوه كبيره كده، يعني اعمل كيلو فول، فبحط في البريستو دي بصراحه زيها زي الدماسه واحلى شويه كمان. هحطه بقى كله كده في الحله البريستو بالراحه كده ونصفيه كويس. وهكون مجهزه ميه مغليه. اوعي تحط عليه ميه من الحنفيه، لا لازم ميه مغليه، علشان كده مش هياخد سوا معاكي وهتلاقيه معاكي زي الزبده. الفول هيبقى يكون واخد حقه في النقع، وواخد حقه ان انت حطيتي عليه ميه مغليه، ان هو اتحط على النار غلى على طول وبدا يستوي على طول، فهتلاقيه معاكي طالع زي الزبده ومش هياخد وقت في السوا خالص. انا عملت معاكم الفول الدامسه ده قبل كده، عملته بطريقه، عملته بالخضار وبالبنجر وبالبص وكل حاجه، حطينا فيه كل حاجه. النهارده برضو هعمله بطريقه تانية خالص، طريقه اقتصاديه خالص خالص خالص. ادي الميه المغليه حطيناها عليها، على الفول. هنحطه بقى على النار على طول، ودايما يبقى عندك ميه سخنه. وقت ما يعني تشقي عليه كده تبصي عليه، لو احتاج ميه طبعا لازم تديله على طول، تحطي كوبايه مغليه بكوبايه مغليه لحد ما يستوي معاكي ويبقى زي الزبده، يبقى كده تمام. كده بقى الفول المدمس ده هنبدأ ان احنا ننقعه. تمام. بصوا الفول مجرد غلى على طول، والله ما كمل نص ساعة على النار، بصوا بقى عامل ازاي. بصوا الفول في ثواني، لانه واخد حقه في النقع، في ثواني بقى هريسة. اللهم صل على النبي عليه. انا لسه ما حطيتش عليه حاجة خالص، انا كل اللي حطيته عليه حطيت فصين توم وبصلايه صغنطوطة بس عشان يدي ريحة حلوة. هنا الفول المفصص احنا بليناه، نسيبه بقى شوية كده،
وادي كوبايه عدس حطيناها كده. الفول انا حسيت ان هو بسم الله ما شاء الله استوى، رحت حاطه عليه في النهايه كوبايه العدس دي بقى. مجرد ما تستوي خلاص بتلفه بقى كده، بتخليه خاتم ولافف وجميل وسخين اهو. بص بقى الفول عامل ازاي، اللهم صل على النبي. بص ولسه العدس ما استواش اهو، بسم الله ما شاء الله. بصوا العدس بيخليه يلف وبيخليه جميل ازاي، تحفه تحفه تحفه. في اللحظه دي انا حطيت نص معلقه كبيره كمون او معلقه صغيره كمون، بس اكتر من كده ما تحطيش. ده دي طريقه، وفي طريقه تانية انا عملتها معاكم للي حابب يشوف. في خضار وفي كل حاجه موجوده، حتى البنجر حاطين فيه، والاتنين ملهمش حل في الجمال. ادي الفول خلص، بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه الفول بقى عامل ازاي، بصوا لافف كانه مفروم. هو لسه اصلا انا لسه هعمله بالهاند بلندر، يعني لسه هفرمه. انا مش بعينه كده، انا بحب عينه مفروم. احنا بنحب نعمل الفول مهروس، ما بنحبوش كده يعني الفوله صحيحه وسليمه فيه كده. لا انا بحبه الفول المدمس يكون مهروس اهو. ادي الهاند بلندر انا جبته، وادي انا بفرم الفول بقى بيه اهو. بصوا وهو سخن عادي مفيش مشكله، يعني الهاند بلندر بيبقى مخصص لكده. بصوا يا جماعه في ثواني بقى عامل ازاي وجميل جدا وتحفه، يعني جمال مفيش كده، بسم الله ما شاء الله. احنا كده هرسناه كله، الله اكبر عليه اهو، بألف هنا وشفا، ويا رب يصلح ما بين ايديكم جميعا. بصوا الفول يا جماعه، بصوا الجمال بقى. مش نجيب حبه ميه ملهمش لازمه ب5 جنيه، لا، فول، فول يتقال عليه فول بسم الله ما شاء الله تحفه. حتى انت لو لقيتيه تخين قوي لما تيجي تطلعيه من التلاجة وحطيتي عليه معلقتين ميه هيبقى معاكي مظبوط وزي الفل، احسن ما يبقى ممرق وزي الميه. لما يبقى ماسك نفسه حلو كده احسن ما يبقى ممرق. ده بقى طبعا الفول المفصص اتبل ونفشه بقى جميل اهو، بقى له حوالي من ساعتين. انا هعبي الفول بتاعنا اللي احنا خلصناه، وهنبدا نعمل الطعميه الجميله بتاعتنا كمان، ونملى تلاجتنا خير، وما نحتاجش ان احنا نروح اي مطعم نجيب اي حاجه ب10 جنيه ولا ب5 جنيه ما ياكلش طفل صغير. لا ده احنا بايدينا هنملى الدنيا خير. بصوا انا بحط العلبه دي في التلاجة اهي، دي بخليها للاستعمال على طول. والباقي بحطه يعني يعتبر بمستوى علبتين برضو في الفريزر. يعني الكياس الكل كيس لما يفك بيبقى مالي علبة اهو. انا مليت كيس، وادي الكيس التاني بالراحة كده وتحطيه، لان طبعا الفول ناعم ومهروس اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر على شوية فول والله يا جماعة، ولا طعمهم ولا ريحتهم، اسألوني انا بقى اهو. ادي الفول لو احنا حسبناها مثلا هنقول مثلا 30 جنيه. يعني الفول بالفول المفصص بالحمص بكله 30 جنيه. 30 جنيه بصوا عملنا قد ايه فول، اللهم صل على النبي. فول يكفينا وسندوتشات للمدارس وكل حاجة، يعني ابدعي ابدعي اعملي اللي نفسك فيه. يلا بينا بقى نعمل احلى عجينة طعمية بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة. ادي احنا صفينا الفول المفصص، هنقلبه في طبق كبير عشان نبدأ بقى نقطع عليه الخضار بتاعه، البصل والثوم والكرات والبقدونس والشبت، كل حاجة حلوة نحطها فيه ان شاء الله. ادي بصلاية حلوة معقولة، لا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة، هي فوق الوسط بشوية اهو. لان الفول المفصص ده على فكرة مش نص كيلو، يعني هو كان نص كيلو الا في حدود مثلا 400 جرام، يعني كان في حدود 400 جرام كده. ده كرات، وده بقدونس اهو، وده شبت. بس البتاع الفول المفصص الطعميه، عجينه الطعميه بنحطش عليها كزبره خضراء، بنحط عليها في التوابل في الاخر خالص الكزبره الناشفه اهو. هنقطع بقى الخضار بتاعنا وهنحطه على الفول، ونبدأ زي ما انا عملته معاكم قبل كده في الخلاط. هنعمل احلى عجينة طعمية في الخلاط، لكل واحدة ما عندهاش كبة ما تشيليش هم، نعمل احلى عجينة طعمية في شفشق الخلاط عادي خالص. بصوا الجمال بقى، ريحة الخضرة يا جماعة فظيعة، بسم الله ما شاء الله. يا رب ما تحرمنا من نعمتك، الحمد لله رب العالمين. احنا كده قطعنا الخضرة طبعا تقطيع عشوائي، يعني ما مش بالنعامة، هي كده كده هتتفرم معاها في الخلاط على طول بإذن الله. هنا بقى طبعا ده التوم اللي انا مخزناه معاكم. بصوا التوم وجماله بسم الله ما شاء الله عليه، ده التوم اللي انا مفرزاه معاكم.
في الموسم بتاع تخزين التوم. توم فظيع بسم الله ما شاء الله. كده انا حطيت توم مهروس مثلا في حدود 10 فصوص مهروسين مثلا. كده احنا هنبدأ بقى هنحط اللي خلطناهم في بعض كله. وادي كوباية مية انا حطيتها. هتشوفوا المية اللي اتحطت دي انا هوريها لكم في النهاية متصفية ومفيش ولا فتفوتة مية في عجينة الطعمية. بصوا في منتهى السهولة اهو بيتفرم في الخلاط عادي خالص. محتاجة ميه حطي ميه ولا ما تخافيش. الميه دي احنا حاطين اهوت مصفى على طبق. هنكب من الخلاط في المصفى. اوعي تقلبيه ولا تيجي ناحيته عشان ما ينزلش من المصفى في قلب الميه تحت تاني اهو. بصوا بس سيبوه زي ما هو ايديكي ما تجيش عليه. وحطي بصوا بيصفي الميه اللي اتحطت فيه ازاي. انا بوريكم ان الميه ما تخافيش. الميه هتنزل من المصفى في قلب الطبق تحت. هنحط الباقي اهو في قلب الخلاط برضو. والميه اللي بتنزل من اللي احنا من الدور الاولاني اللي احنا عملناه هي اللي احنا بنحطها في الخلاط. حبيتي تزودي تاني زودي بس انا بستعمل الميه اللي انا اهي اهو. بصوا الميه اللي نزلت اهي دي اللي انا هكبها في الخلاط اهو. ولو حبيت ازود ميه تاني انا زودت ميه تاني. يعني اديت الفرم حقه وفي نفس الوقت كل الميه دي نزلت. ما يهمكيش ما تخافيش خالص ان الميه مثلا مش هتنزل او العجينه هتبقى سايبه. ده انت هتتفرجي على احلى عجينه ممكن عجينه طعميه ممكن تعمليها في حياتك. بصوا بصوا الجمال ده بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بصوا ادي الباقي اهو. ده اخر دور. عملناهم 3 ادوار. ما تقليش على الخلاطه عندك. انا الخلاطه عندي علشان هو برضو بعافيه شويه وقديم فانا بديله على قده وبديله بالراحه. ما بتقلش عليه ما بضغطش عليه في اي حاجه احطها فيه. برضو نفس الميه اهي اللي انا اللي بتنزل من العجينه اللي احنا فرمينها اهي بحطها في الخلاط على الفول. ننضف حوالينا عشان البهدله وتنقيط الميه والحاجات دي كلها. وادي كمان نص كوبايه كمان حطيتها. ادي كده حطيت نصين كوبايتين يعني نصين ميه نص ونص اهو يا حبايبي. وادي الحبه الاخيره بيتفرموا قدام عينيكم اهو. وهنحطهم في المصفى مع اخواتهم. وشوفوا الجمال وشوفوا الميه اللي احنا حطيناها خرجتها قدامكم. هتشوفوا دلوقتي كل حاجه باذن الله تعالى. بصوا العجينه بسم الله ما شاء الله. احلى عجينه طعميه. كفايه ان هي عمايل ايدينا وحياه عينينا. تسلم ايديك يا ام عمر. اهي ادي الكوبايتين دي نص في نص من اللي احنا حطيناهم. ننضف بس كده حوالينا. وانا مش هاجي ناحيه العجينه دي نهائي. اوعي تيجي ناحيتها. سيبيها لحد ما تمسك نفسها خالص خالص خالص. انا بقى هلم الدنيا حواليا كده واصبن الرخامه. وان كان في اطباق ولا اي حاجه مش نظيفه هلملمها وانضف المطبخ حواليا. تكون العجينه اتصفت وتكون الميه كلها نزلت. وتكون حته العجينه بقت معاكي بسم الله ما شاء الله خطيره خطيره خطيره. ونحط بقى عليها بهاراتها ونظبطها. بس ايه بعد ما نخلص. بصوا يا جماعه بقى العجينه بقت عامله ازاي. بصوا شوفوا انا بقلبها ازاي بقى براحتي. خلاص مسكت نفسها. بصوا الميه اللي احنا حطيناها ادي النص وادي النص اللي احنا حطيناهم من اول ما بدأنا لحد ما خلصنا اهو. في جمال كده. في حلاوه كده. في سهوله كده. مفيش بسم الله ما شاء الله. كده احنا قلبنا بقى اهوت العجينه في قلب الطبق. هنبدا بقى نحط عليها البهارات بتاعتها والملح بتاعها. انا ليه ما حطيتش دي كزبره ناشفه وكمون وشويه فلفل اسمر بس. انا ما حطيتش حاجه اكتر من كده. احنا حاطين بصل وحاطين توم فمالوش لازم نحط توم باودر وبصل باودر. وادي نص معلقه كبيره ملح. برضو ما بحطش كتير. يعني بحط ملح اللي هو يطعمها بس. لكن مش يحدقها. مش تبقى الطعميه حادقه لا. هنقلبها بقى تقليبه حلوه. بصوا بقى القوام بتاع الطعميه والعجينه. بصوا قوام العجينه وبصوا جماله وبصوا اللون كمان. اللون تحفه والقوام يجنن وجميل. واخده حقها في كل حاجه بسم الله ما شاء الله. ده حوالي 400 جرام يا جماعه اللي احنا عاملينهم حبه الطعميه دول مش مكملين بالخضار بكله 15 جنيه. لان الفول نفسه في حدود 12 مثلا 12 جنيه.
وادي اللي بالخضار ادي كده 15 جنيه. بصوا ب 15 جنيه شويه عجينه طعميه. بصوا الطعميه، بصوا في ايدي، بصوا متماسكه وحلوه ازاي. بصوا بصوا اهي، ما عصيتش حتى ايدي، يعني ايديا ما اتبهدلتش بعجينه الطعميه. في منتهى الجمال والقوام، فظيع وتحفه تحفه تحفه. يلا بقى نعبيها زي ما احنا بحابين، وبال يعني نشوف احنا مثلا عددنا قد ايه، او بنفطر مثلا كام حد في البيت، بنحط على قد ايه فطارنا. طبعا كل حد بيبقى عارف مقدار بيته، وعارف بيعمل فطار ايه وعدد افراد اسرته ايه، طبعا بيعبي اكياسه على الاساس ده. بصوا يا جماعه بقى، دي حاجه بيتي، وكفايه ان هي بيتي، كفايه ان هي حاجه من صنع ايدينا، نظافه وطعامه وجمال وتوفير، كل حاجه كل حاجه. بسم الله ما شاء الله. بصوا هنعبيها كلها في اكياس. بصوا جمالها، بصوا القوام بتاعها، بصوا نعومة الطعمية خطيرة. اعملي منها طعمية، اعملي منها عجة، سندوتشات للولاد الصبح في المدرسة، مش هتقول لا مع سلطة. والفول نفس النظام. يا جماله يا جماله، ده ايه الحلاوة والطعامة دي. يا رب املى بيوتنا دايما خير، يا رب ما تحرمناش من نعمتك ابدا، واصلح دايما ما بين ايدينا، وخليه اجمل الحاجات ان شاء الله. ادي خلصنا. بصوا الجمال بقى اهو. وادي عملنا الطعمية بتاعتنا الفظيعة، وعملنا الفول بتاعنا الخطير الرهيب. احلى عجينة طعمية واحلى فول. يا سلام يا سلام على الجرجير بقى الفلاحي الجميلة، بطعم حلو وريحة حلوة، مع طبق سلطة بقى جنب الفطار، يا جماله. وادي الفول يا حبايبي. بصوا الفول عامل ازاي، زبده، وادي الطعميه، عجينه الطعميه كمان زيه بالظبط، زبده واحلى من الزبده. الله اكبر عليك يا ام عمر، تسلم ايديك. منتهى السهوله، منتهى البساطه، منتهى الاقتصاد في العمايل، يعني ما فيش حاجه كلفتنا خالص. وحاجه بقى تسلم، يعني تسلم ايد اللي عملت، وتسلم ايد كل واحده تعمل كل حاجه لبيتها وتعمر بيتها بايديها، وتمشي يعني بما يرضي الله في بيتها، وتحاول ان هي توفر على قد ما تقدر. هنا بقى انا بوريكم، انا مسحت الارض وعملت المطبخ، ولمعت الظرف بتاعه المطبخ كده في فوطه. انا كل ده هنعمله مع بعض في يوم ان شاء الله، هنقلب فيه المطبخ وننظف ونمسح ونلمع ونصبن كده، هيبقى ده يوم لوحده ان شاء الله. انا كل الموضوع ان انا ما بحبش ان انا اطول عليكم الفيديو، فانا يعني انا المهم عندي والمقصود النهارده ان انا اعمل عجينه الطعميه، واعمل الفول المدمس، ونعمل حاجه زي كده في بيتنا توفر علينا كتير. انا بوريكم هنا ان انا يعني مسكت المطبخ، لمعته تلميعه، تلميعه سريعه مش تصبين، لا يعني الفوطه كده بيها صابون، اديته تلميعه، وبعدين شطفت الفوطه ورجعت اديته تلميعه تشطيفه كده، وبعدين لمعت الارض برده، مش المسيح يعني. بس وايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ يلا احلى لايك لمعمر، واحلى كلمة حلوة، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، ويكتر الخير في بيوتنا، وما يحرمناش من نعمته، يا قادر يا كريم يا رب. املي بيت الخير بأبسط حاجة، وعلى قد ما ايدك بالطول بنعمل كل حاجة حلوة في بيتنا، وكفاية ان هي عمايل ايدينا، وكفاية ان هو حاجة بيتي، ريحة وطعم بسم الله ما شاء الله. هنا احنا شطبنا المطبخ ولمعنا وعنا حاجتنا في التلاجة، الحمد لله رب العالمين. وبقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله تعالى، وربنا ما يحرمناش من بعض أبدا إن شاء الله، ونعمل كل حاجة حلوة وكل جديد بكل توفير مع بعض إن شاء الله. السلام عليكم حبايبي، واشوفكم على خير، مع ألف سلامة.